من أفضل المعادلات اللي ممكن تقابلها هي المعادلة الأمريكية. المعادلة الأمريكية مهمة جدا، نظام واضح وصريح، بتمشي ستيبس، خطوات، بتذاكر امتحانات، بتخلصها، بتمتحنها، بتسافر، نظام واضح وصريح. طب ازاي اعمل المعادلة الأمريكية يا دكتور؟ وايه هي امتحانات المعادلة الأمريكية؟ وايه تكلفة امتحانات المعادلة الأمريكية؟ يعني انا لو انا دلوقتي في مصر او في اي دولة عربية وعايز اسافر امريكا هتكلفني قد ايه؟ وايه مميزات المعادلة الأمريكية؟ وايه العيوب او العقبات او الصعاب اللي ممكن تقابلني في المعادلة الأمريكية؟ تمام. وامتى ابدا اسافر او اقدر اسافر؟ كل دي اسئله بتقابلك وبتواجهك وبتدور في دماغك عشان تعرف تفاصيل المعادله الامريكيه، وبتيجي تبحث على النت وعلى اليوتيوب وتلاقي مصادر كتيره وفيديوهات كتيره، وتشوف الفيديو يعطلك وما تلاقيش اللي انت عايزه. عشان كده في فيديو النهارده انا جمعت لك كل المعلومات دي في سبوره واحده هتلم لك الدنيا فيها كل المعلومات بشكل منظم بحيث تسهل لك الدنيا. فتعالى نشوفها في الاول. وقبل ما نشوفها اعرفك بنفسي، انا دكتور عمرو عبد الله، طبيب قلب واوعيه دمويه ومحاضر للمواد الطبيه. تابع قناه اليوتيوب هتلاقي عليها فيديوهات مهمه جدا هتنجزك حتى لو انت مشيت في تراك المعادله الامريكيه، وبننزل عليها مواضيع بنتناقش فيها عن مواضيع المعادلات، المانيا، انجلترا، امريكا زي ما انت شايف. تمام. اعمل لايك وسبسكرايب، لان اللايكات بتقول ان الفيديو كتير وبتساعد اليوتيوب ان هو ينشره ويبعته لزمايلكم اكتر، فالناس كلها تستفيد. وكذلك الكومنتات بتديني وتشجعني ان انا اكمل. فتعالوا نشوف كده على الوايت بورد ملخص تفصيلي والخلاصة عن المعادلة الامريكية. تعالى بقى افهمك المعادلة الامريكية ماشية ازاي. السبورة دي لما المعادلة الامريكية من A to Z، من اول ما تسجل وتعمل حساب على الموقع لحد ما تبقى استشاري كبير ومعاك البورد واستشاري قد الدنيا. تعال نفهم بس بالراحة يعني ايه المعادلة الامريكية. او انت بتسمع اختصار يوزمل، تلاقي ناس بتقول لك انا معايا يوزمل، انا مخلص ستيب 1 في اليوزمل. فاليوزمل ده يعني ايه؟ او اليو اس ام ال اي ده يعني ايه؟ بالراحة كده احنا لازم نفهم. اليو اختصار يونايتد، الاس ستيتس يعني الولايات المتحدة، الام اختصار ميديكال اللي هو طبي، والال اختصار لايسنس يعني رخصة، والاي اختصار اكزامينيشن يعني امتحان. يعني ده امتحان رخصة مزاولة المهنة الطبية في امريكا. يعني انت حضرتك لازم تخلص امتحانات اليوزمل دي عشان تمارس الطب في امريكا. يبقى انت لو انت خدت الطب في بلدك انت كده ما ينفعش تمارس الطب في امريكا. حتى لو انت استشاري في بلدك لازم تخلص امتحانات ستيب 1 وستيب 2 اللي هنتكلم عليها بالتفصيل، او لازم تخلص امتحانات اليوزمل. فعشان كده امتحانات اليوزمل دي مهمة جدا عشان تمارس الطب في امريكا. طب تعالى بالراحة كده يا دكتور، ازاي اعمل حساب في موقع المعادلة الامريكية، او ازاي امتحن امتحانات المعادلة الامريكية؟ عشان تمتحن امتحان المعادلة الامريكية لازم يكون عندك حساب. فاول خطوة في رحلة المعادلة هي الريجستريشن يعني ايه؟ التسجيل. الموقع بتاع المعادلة الامريكية اسمه ECFMG. تمام. بتعمل عليه اكونت، بتعمل عليه حساب. وعشان تعمل عليه حساب انت بتحتاج حاجة مهمة جدا، لازم تكون مطلع الباسبورت بتاعك، جواز السفر بتاعك تطلعه، وبتطلعه عادي وانت طالب ما تشيلش هم حاجة خالص. تمام. حتى لو ليك جيش او كده بتطلع جواز السفر عادي. تمام. وبتعمل حاجه اسمها نوتاري كام، حد من الاي سي اف ام جي بيعمل معاك انترفيو، ومجرد حاجه روتينيه يعني بيصورك صوره ويصور الباسبور وبتعمل الاكونت عادي. تكلفه الاكونت كام؟ $160 يعني حوالي 7000 جنيه 8000 جنيه مصري، 160 ايه دولار. يبقى اول خطوه عشان تعمل المعادله الامريكيه لازم تعمل الحساب ده. طب يا دكتور نصيحتك اعمل الحساب ده امتى؟ يفضل بعد ما تذاكر شويه في المعادله الامريكيه وتمشي وتلاقي نفسك التراك عجبك والدنيا عجبتك تعمل الحساب ده. طب انا يا دكتور دلوقتي عملت الاي سي اف ام جي اكونت وعملت الحساب بتاعي وخلاص بقى عندي حساب في موقع امريكا. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده لازم تكون عارف امتحانات المعادله الامريكيه. انت عندك 3 امتحانات للمعادله الامريكيه، عندك ستيب 1 وستيب 2 والاو اي تي. تعالى بالراحه نعرف ايه كل امتحان بالتفصيل بيتكلم عن ايه. بص
اول امتحان هو ستيب 1. ستيب 1 ده عبارة عن امتحان على المواد الأكاديميك، المواد النظري، يعني الأناتومي، الفسيولوجي، الهيستولوجي، البايوكيمستري، الباثولوجي، الفارماكولوجي، الميكروبيولوجي، والباراسيتولوجي، وهكذا. وبرضه بتاخد موديولات زي النظام الجديد، ماسكولوسكيليتال، كارديوفاسكولار، وهكذا. فأنت في ستيب 1 بتذاكر أو بتمتحن على المواد الأكاديميك اللي أنت خدتها في الكلية في سنة أولى في سنة تانية. عشان كده بننصح ستيب 1 تدخله بدري، تدخله بعد سنه تانية تكون خلصت المواد الاكاديميك، فتدخل ايه، تكون الدنيا كويسه. فاول حاجه انك انت بتدخل تمتحن على المواد الاكاديميك، كل حاجه اكاديميه في الطب، كل المواد وكل الايه، الاناتومي وكل حاجه في الجسم بتمتحن عليه. طب الامتحان ده عليه كام درجه يا دكتور؟ الامتحان ده باس اند فيل، يعني نجاح وسقوط. مجرد ما انت تعدي نسبه النجاح انت بتنجح خلاص، وبتكتب لك باس. تمام، سواء قفلت الدرجه، نقصت 20 درجه، طالما عديت نسبه النجاح بتاخد باص، ودي اهم حاجه. كان زمان بسكور بدرجات، بس دلوقتي بقت الدنيا اسهل وبقى باص اند فيل، مجرد نجاح وسقوط والدنيا كويسه. طب الامتحان ده كام سؤال؟ 280 سؤال. الله، كتير قوي يا دكتور. والامتحان ده كام ساعه؟ 8 ساعات، يوم كامل، بتدخل يوم كامل امتحان 8 ساعات. واعرفك نظام الامتحان ازاي واماكن الامتحان. يبقى الامتحان 8 ساعات، 280 سؤال، 7 بلوكات، واعرفك نظام الامتحان ازاي. طب انا يا دكتور دلوقتي عملت الاكونت بتاعي وامتحنت ستيب 1، بس قبل ما امتحن ستيب 1 انا دلوقتي هذاكر من ايه يا دكتور؟ المصادر بتاعتي للمذاكره. افضل مصدر، بص انا مجمع لك السورسز اهي، مصادر المذاكره. افضل مصدر وافضل كتاب هو كتاب الفيرست ايد. كتاب الفيرست ايد ده يا جماعه كتاب جبار، فيه كل المعلومات بطريقه منظمه، يعني انت لما تبدا تذاكر فيها هتحب المذاكره وتحب الطب. الكتاب ما شاء الله لامم كل المعلومات اللي ممكن تجي لك في الامتحان، حاجه كويسه جدا وحاجه محترمه جدا. طب يا دكتور انا عايز بنك اسئله كده اتدرب فيه واشوف مستوى تحصيلي ممكن اذاكر منه. اليوورلد. اليوورلد ده بنك اسئله يا جماعه محترم جدا جدا جدا، ولابد انك تشوفه قبل ما تمتحن اي امتحان من امتحانات المعادله الامريكيه. اليوورلد مهم جدا، حتى بنقول ان هو اداه للتعلم قبل ما يكون اداه انك تختبر نفسك. يعني انت تقرا السؤال والجواب هتلاقي معلومه جديده وشارح المعلومه، فوسيله مهمه جدا للمذاكره. طب انت ذاكرت من الفيرست ايد واختبرت نفسك واتدربت وتعلمت من اليوورلد، في نماذج امتحانات مهمه جدا بتتكرر فيها الامتحان، تمام؟ هي ال NMBE. ال NMBE دي امتحانات مهمه جدا لازم تمتحنها قبل ما تدخل الامتحان الاساسي، بحيث تقدر تشوف نفسك وتشوف مستواك وصل لفين. لقيت نفسك عديت نسبه النجاح ب 70%، خش الامتحان وتوكل على ايه؟ على الله. تمام؟ في برضو واحد اسمه مهلمن، عامل نوتس كده شويه تكات مجمع فيها امتحانات السنين السابقه كده، زي ما بنقول بالبلدي عندنا في مصر، تمام؟ ومجمع التكات بتاعه اليوورلد على ال NMBE، مجمعها كلها وعمل حاجه اسمها مهلمن نوتس، فحاول تبقى تقراها تبقى ايه؟ كويسه وجميله جدا. يبقى تعالى كده بالراحه حتى الان نشوف احنا عملنا ايه. احنا عملنا اكونت على ال ECFMG، وبدانا اول خطوه ان احنا نمتحن ستيب 1. وستيب 1 مصادر المذاكره بتاعتها ايه؟ الفيرست ايد، الكتاب محترم جدا، يوورلد بنك اسئله محترم جدا، والان NMBE اختبرت نفسي وقريت شويه المهلمن نوتس، المعلومات الملخصه دي بحيث تسهل لي الدنيا. دخلت امتحان ستيب 1، دخلت ال 280 سؤال، خلصت ال 280 سؤال في 8 ساعات، وخلصت ستيب ايه؟ ستيب 1. ادخل الخطوه اللي بعد كده ستيب 2. ستيب 2 دي بتبقى المواد الكلينيكال، يعني رمد، نسا، بطنه، اطفال، جراحه، وهكذا، طبعا المواد الكلينيكال. عشان كده بقول لك حاول تمتحنها بعد سنه 5، تكون خلصت المواد الكلينيكال وخلصت الايه؟ الطب، بحيث يبقى عندك معلومه يعني. تمام؟ فهي على المواد الكلينيكال دي بتكون بسكور بقى، بنتيجه. الافضل تجيب مجموع اعلى من 240، كل ما تجيب سكور عالي في الستيب 2 دي كل ما فرصك في الماتش او انك انت تاخد نيابه كويسه بتزيد. كل ما تجيب سكور عالي، كل ما تجيب درجه عاليه، كل ما ايه؟ فرصك في الماتش والنيابه تكون احسن. هنا خلي بالك في ستيب 1 كان باس اند فيل، مجرد نجاح وسقوط، فكله بيبقى باص، كله بيبقى ناجح. لكن هنا بيبقى سكور، فلا ده عمرو جايب 270، ده احمد جايب 260،
ده علي جايب 200 فلا على حسب السكور، لا يبقى عمرو جايب 270 ده احسن من احمد. هما بيقيموا البروجرام دايركتور اللي هو المدير بتاع البروجرام، زي مدير المستشفى كده عندنا، هو اللي بيقيم على حسب السكور، فالسكور مهم. عدد الاسئله حوالي 320 سؤال، الامتحان 9 ساعات. تمام. برضو مصادر المذاكره بيبقى فيرست ايد واليو وورلد. اليو وورلد بقى اهم من الفيرست ايد في ستيب 2. اليو وورلد خلي بالك اهم من الفيرست ايد في ستيب 2. ستيب 2 بتبقى معظمها مانجمنت، ازاي تمانج العيان وتديله العلاج كويس. فستيب 2 مهم جدا تركز على اليو وورلد. خطر خطر يا جماعه. انت دلوقتي خلصت ستيب 1، خلصت ستيب 2، هتاخد معانا اخر امتحان وهو الاو اي تي. الاو اي تي ده امتحان انجليزي عادي جدا، بيختبرك على السماع والنطق وهكذا. بتخلص امتحان الاو اي تي ويبقى انت كده خلصت امتحانات المعادله الامريكيه. فالمعادله الامريكيه سهله وبسيطه، مجرد 3 امتحانات. امتحان ستيب 1 على المواد النظري، امتحان ستيب 2 على المواد الكلينيكال، والاو اي تي امتحان انجليزي. يبقى تعالى كده الخطوات نرتبها. انا عملت الاكونت اهو، وجبت الباسبور وعملت النوتري كام واتصورت الصوره الحلوه وعملت حساب. امتحنت ستيب 1 وذاكرت من المصادر بتاعتي، امتحنت ستيب 2 وذاكرت من المصادر بتاعتي، وامتحنت امتحان الانجليزي. كده يا باشا انت معاك الايه؟ رخصه مزاوله المهنه الطبيه في امريكا. طب انت لازم تاخد شهاده للكلام ده، فانت بتقدم وتاخد الاي سي اف ام جي سيرتيفيكت. انت دلوقتي تقدر تاخد الشهاده بتاعه مزاوله المهنه الطب في امريكا. يبقى انت عشان تاخد الشهاده دي محتاج تخلص ستيب 1 ستيب 2 والاو اي تي. تمام. جميل. الاسئله اللي بتدور في بالك هنا في الحته دي احنا لسه ما خلصناش، انا هشرح لك كل حاجه بالتفصيل. انا همتحن الامتحان فين؟ الامتحان موجود في كل الدول العربيه، يعني موجود في مصر وموجود في السعوديه وفي كل حته يعني. بس في مصر تحديدا بيكون موجود في القاهره في مركز الاميديست في القاهره وفي اسكندريه، فانت على حسب الاقرب ليك سواء في القاهره او في اسكندريه. لو انت من محافظه تانية بتحجز في فندق قبلها بحيث تبقى انت ايه مستقر نفسيا كده ونايم، ما تكونش لسه جاي من سفر ومرهق. تمام. فانت بتشوف هتحجز في القاهره او في ايه في اسكندريه. الامتحان بيبقى 8 ساعات ستيب 1، 7 بلوكات، كل بلوك بيبقى ساعه. انا بفهمك نظام الامتحان. البلوك بيبقى فيه 40 سؤال، 40 سؤال في الساعة، انت بتجاوبهم وتاخد ريست مثلا 5 دقايق او 10 دقايق، تاكل تشرب، ترجع تاني للبلوك التاني 40 سؤال، بعد كده ريست. فبالتالي بيبقى فيه ريست بين كل بلوك والتاني، فبتقدر ايه تاخد. اصلا خلي بالك 7 بلوكات في 7 ساعات والامتحان 8 ساعات. ليه؟ لان الساعة الزيادة دي بتاخدها بتقسمها بين البلوكات كريست يعني، فدي بتسهلك الدنيا وما تقلقش الوقت وال8 ساعات دول بيعدوا. امتحان ستيب 2 ازيد ساعة 9 ساعات وبتعدي برضو. اهم حاجه انت تكون مذاكر كويس، اليو وورلد مذاكره كويس، الفيرست ايد مذاكره كويس. تمام. الان ام بي تكون مذاكره ايه كويس. تمام. جميل جدا. يبقى انا عملت اكونت، امتحنت ال3 امتحانات بتاعتي وخدت الشهاده بتاعتي. بتيجي تروح السفاره بقى وتقدم عشان تاخد الفيزا. تمام. طبعا انت لو معاك الجنسيه الامريكيه بتسافر بكل سهوله، لكن لو انت زي المعظم مش معاك الجنسيه الامريكيه بتقدم بالشهادات بتاعتك والستيب 1 والستيب 2 اللي انت واخدها، بتروح للسفاره. تمام. وبتعمل انترفيو، وغالبا المعظم بيسافر على الجي 1 فيزا. تمام. عشان بيكون رايح يعمل ريسيرش او هكذا زي ما هنتكلم بالتفصيل. فبيسافر على الجي 1 فيزا وهو بيركب الطياره ويروح عشان يقدم للماتش. الماتش ده عامل زي التنسيق، انت بتقدم على التخصصات اللي انت عايزها في المستشفيات اللي انت عايزها. مثلا عايز نيابه باطنه في مستشفى في نيويورك، عايز نيابه باطنه في مستشفى في تكساس، عايز جلديه مثلا في نيويورك، عايز في فلوريدا وهكذا. فبتكتب الايه الرغبات بتاعتك. ده بنسميه الايراس او الماتش. الايراس ده البرنامج بتاع الايه الماتش. تمام. انت عايز شويه حاجات تحسن لك السي في بتاعك عشان تعمل ماتش في بروجرام قوي. بروجرام قوي يعني مستشفى قويه. تمام. ايه الحاجات اللي بتحسن فرصك للماتش؟ اول حاجه الالكتيف ده انك انت تروح مستشفى تتدرب فيها فتره. والالكتيف ده خلي بالك لازم تكون طالب، يعني انت لو خلصت الامتياز وتخرجت ما ينفعش تعمل الكتيف. فالالكتيف دي فرصه ليك لما تكون طالب، تروح اي مستشفى تتدرب فيها شهر او شهرين
دي بتكون قويه وحاجه مفيده ليك في السي في بتاعك، لانك انت الدكاتره اللي انت بتقابلهم في المستشفى وبتتمرن معاهم بيدوك حاجه اسمها ال او ار اس. ايه ال او ار اس؟ تمام، اللي هي الليترز اوف ريكومنديشن، توصيه. يقول لك مثلا ده عمرو عبد الله ده كان محترم جدا، ملتزم في مواعيده، كان بيجي يتدرب كويس، وكان منتظم وبيسمع التعليمات. فانت لما تيجي تقدم في السي في بتاعك هتبقى حاجه كويسه جدا. خلي بالك في دكاتره بتدي letters of recommendations اللي كله نفس الصيغه، دي ما بتحبهاش. عشان كده احنا بنحب السترونج personalized letters of recommendation. سترونج personalized يعني حاجه مخصصه، يعني هو بيكتب لك الليتر اوف ريكومنديشن، يقول لك دكتور عمرو عبد الله كان بيحضر معايا ومنتظم وهكذا وملتزم في مواعيده، فلازم مخصص ليك انت. الليتر اوف ريكومنديشن مخصص ليك انت، ومهم جدا الليتر اوف ريكومنديشن ده للماتش. عشان كده انت بتعمل الكتيف، بتروح تتدرب في مستشفى عشان ايه؟ عشان تاخد الليتر اوف ريكومنديشن ده. الالكتيف في منها مجاني وبيكون صعب جدا ونادر انك انت تلاقيه، بس موجود. وفي منها بفلوس، في مثلا ممكن تلاقي الشهر المستشفى تاخد منك $500، شهر ب$1000، في مستشفيات تاخد $2000 على حسب المستشفى. على مستشفى زي هارفارد مثلا، زي مستشفى في الريف بتاع امريكا، في حواري امريكا. تمام، جميل. طب انا يا دكتور اتخرجت اصلا وخلاص ضاعت مني فرصه الالكتيف دي. في المعظم عادي بيعمل ريسيرش بوزيشن، بيسافر مثلا على مايو كلينيك او اي مستشفى مشهوره، يقول لها انا هقعد فيكي سنه ببلاش، مش عايز منك فلوس خالص، انا هتكفل بمصاريفي الشخصيه. تمام، بس ايه، نعمل ريسيرش سوا. لان الريسيرش طبعا هو شغال مع دكاتره فبيعمل معهم ابحاث، فالدكاتره يقولوا طب ما تنزل معانا اوبزرفر شيب، ينزل معاهم تدريب في مستشفى، مجرد يراقب يلاحظ. خلي بالك الالكتيف ميزتك انك بتمد ايدك، هتقدر تمد ايدك، لكن الاوبزرفر شيب انت مجرد هتبص بس، ممنوع تمد ايدك. تمام، عشان كده الالكتيف بتبقى اقوى من الاوبزرفر شيب. تمام، فاللي ما بيلحقش الالكتيف بيعمل ريسيرش عشان يعمل اوبزرفر شيب، مجرد يراقب الدكتور او الاستشاري او اللي بنسميه الاتندنج فيزيشن اللي هناك. طب في حاجه تانية ممكن تقوي السي في بتاعك، هي ستيب 3. ستيب 3 ده امتحان تالت بيبقى على يومين، ولازم تمتحنه في امريكا، يعني ما ينفعش تمتحنه في مصر. ده بيقوي السي في بتاعك، ده خلي بالك لازم تمتحنه في امريكا، مهم جدا، ما ينفعش تمتحنه في اي دوله تانية. تمام، دي كلها حاجات تقوي السي في بتاعك. هل هي ضروريه؟ في ناس ما عملتش ولا واحده فيها وعملت الماتش عادي جدا. طب انت خدت الفيزا، عملت الماتش، خلي بالك البروجرام اللي انت تنجح فيه هو متكفل ان هو يجيب لك فيزا، ممكن يجيب لك ال H1B فيزا، الفيزا على حسب الفيزا اللي تقدر تسفرها. وفي بروجرامز تقول لك لا انا ماليش دعوه بالفيزا بتاعتك. عشان كده مهم تختار البروجرام اللي يديك الفيزا الكويسه. الماتش ده انت بتقدم بقى على مستشفيات كتير، بطنه الاغلب بيقدم على نيابه الانترنال ميديسن البطن، قدم بطنه نيويورك، بطنه على فلوريدا، على تكساس، على كذا. تمام، وبتقدم في الايراس البروجرامز بتاعتك، وبيجي لك مثلا انترفيو من كذا بروجرام، جالك 3 انترفيو، تعمل الانترفيو محترم ولابس البدله الشيك بتاعتك ومتشيك، ويتكلم معاك ويدردش معاك لحد ما تظهر نتيجه الماتش. غالبا بتبقى في شهر 3 تظهر، يقول لك انت ايه، مبروك، كونجراتيوليشن، يو ار ماتشد، ويا رب كلكم ايه تماتش كده في امريكا. فاول ما انت تماتش هتبدا ريزيدنسي. الريزيدنسي دي فتره النيابه، وغالبا الكل بيماتش انترنال ميديسن البطنه ويقعد فيها 3 سنين. بتقعد في البطنه دي 3 سنين، وبتاخد مرتب بعد الضرايب وبعد خصم الضرايب، بتاخد في الشهر $3,500. $3,500 حلوين، يعني انت مثلا ممكن في الشهر تصرف لك $1,000 مصاريفك وسكنك وهكذا، فبتوفر بتاع $2,500، يعني 120-125 ألف جنيه مصري، فحلوين جدا. تمام، جميل. بتقعد ال3 سنين دي في النيابه، ولازم تمتحن ستيب 3 لو ما كنتش امتحنتها، ده دلوقتي ضروري، لازم تمتحن ستيب 3. ستيب 3 ضروري، بس هي ليست اساسيه للماتش، لكن هي ضروري عشان تاخد الامريكان بورد. البورد الامريكي ده اقوى شهاده طبيه، البورد الامريكي يا جماعه اقوى شهاده طبيه، لازم تخلي بالك. قعدت ال3 سنين بتوعك، امتحنت الستيب 3، هتدخل امتحان الامريكان بورد، البورد الامريكي، امتحنته ونجحته هتبقى اتندنج فيزيشن، يعني زي استشاري. ده انت كمان ممكن تعمل حاجه اسمها فيلوشيب.
زماله، تعمل مثلا زماله زي كارديو، زماله كارديو، فتبقى دكتور قلب، استشاري قلب، الزماله بتبقى سنتين مثلا، وهكذا. طب الاتندنج فيزيشن الاستشاري ده مرتبه بيوصل كام؟ ممكن من 40,000 دولار في الشهر، او من 30,000 دولار في الشهر ل 100,000 دولار في الشهر. زي جراحات المخ والاعصاب بتوصل في السنه المرتب مليون دولار. مليون ايه؟ مليون دولار. ده كده طريق المعادله الامريكيه باختصار، لميتهولك في فيديو واحد يبسط لك الدنيا. تعالى بس بروح عشان تدوت. انا اول حاجه يا دكتور المفروض اعملها ايه؟ المفروض تعمل الاكونت. بعد ما عملت الاكونت هتمتحن ستيب 1. طب اذاكر ازاي ستيب 1؟ هتذاكرها من الفيرست ايد، كتاب الفيرست ايد، اليو وورلد، تمتحن الان ام بي اي، وتقرا النوتس بتاعت مهلمه. ده مجرد ستيب 1 على المواد النظري، وامتحان باص وفيل، و280 سؤال في 8 ساعات هتخلصهم، سواء تمتحن في القاهره في اسكندريه، هو يوم مش هتحس بيه. خلصت ستيب 1، خش يا باشا على ستيب 2 على مواد الكلينيكال وهكذا، وهتنجزك. خلصت ستيب 1، خلصت ستيب 2، خلص امتحان الانجليزي الاو اي تي. خلصت الثلاث امتحانات دي على طول هتاخد الايه؟ الشهاده. الشهاده على طول هتروح ايه بقى؟ مقدم على الفيزا، سواء تعمل الكتيف وانت طالب، تعمل ريسيرش، تمام، بعد ما تتخرج. مش لازم كله، في ناس بتعمل كله، في ناس ما بتعملش حاجه خالص، وهقول لكم مثال على كده دلوقتي. تعمل ستيب 3، تاخد الليترز اوف ريكومنديشن، اهم حاجه سترونج بيرسوناليزد، تقدم على البروجرام في الماتش في الايراس، تاخد الريزيدنسي، تعمل الامريكان بورد، تمام، خدت النيابه، تمتحن البورد الامريكي، تعمل فيلوشيب لو عايز تزود وتقوي السي في بتاعك، تعمل زماله، بعد كده تبقى احلى اتندنج ايه؟ اتندنج فيزيشن. تعال نشوف في استثناءات. في ناس بتسكيب ده كله. يعني ايه؟ مجرد في مصر امتحن ستيب 1 وستيب 2 والاو اي تي وهو مش معاه فلوس للكلام ده، فهو في مصر وخلص الثلاث امتحانات وخد الشهاده بتاعته، عمل ريسيرشز، ابحاث في مصر مع دكاتره مصريين عادي، وخد منهم ليترز اوف ريكومنديشن، وقدم على طول على الماتش من هو في مصر، وجاله انترفيو عادي. واول ما جاله انترفيو وماتش في بروجرام، راح البروجرام عمل له الفيزا وبعته على طول، وما عملش الحاجات دي كلها. فعايز اقول لك ان الدنيا بسيطه، وان الدنيا ايه برضو، بس كانت بصراحه كانت نيابه اطفال يعني، تمام. فخلي بالك يعني ما تعقدش نفسك، والموضوع ايه، ما تصعبوش عليك. طب عايزين نشوف تكلفه المعادله الامريكيه. يعني تكلفه المعادله الامريكيه من اهم المواضيع اللي بتشغل الناس. المعادله الامريكيه تكلف قد ايه؟ انك تفتح بس حساب على المعادله الامريكيه بياخد 160 دولار. 160 دولار يعني حوالي 7000 جنيه، 8000 جنيه وهكذا مصري. امتحان ستيب 1 بس 100 او 1225 دولار. امتحان ستيب 1 ده 1225 دولار، وامتحان ستيب 2 ب 1250 دولار، والاو اي تي بحوالي 500 دولار. كمان المصادر دي هتكلفك، ما انت ممكن تاخد كورسات، في حد يبقى عايز ياخد كورسات عشان يفهم الماده، في حد يبقى عايز يشوفها على اليوتيوب، لو هتاخد في كورسات هتدفع، تمام. الفيرست ايد مثلا شوف تكلفته كام، مثلا انت هتطبعه ولا هتشتريه اوريجينال ولا هتعمل ايه. اليو وورلد تكلفته لوحده 500 دولار، يعني حوالي 25,000 جنيه مصري، تمام. الامتحان الان ام بي اي لوحده 60 دولار، يعني حوالي 3000 جنيه او 4000 جنيه مصري. المهلمن دي موجوده ايه ببلاش. عشان تاخد الشهاده برضو عايز تدفع 925 دولار، يعني حوالي 1000 دولار، يعني بالمصري 50,000 جنيه مصري بوقتنا هذا. فالشهاده لوحدها ب 925 دولار. الفيزا نفسها عشان تقدم على الفيزا في السفاره عايز 500 دولار. لو الكتيف مثلا هتروح 3 شهور، الشهر ب 2000 دولار ولا حاجه، تبقى عايز لك 6000 دولار. ستيب 3 ب 1000 دولار، تمام. الطياره نفسها اللي هتروح بيها تذكره الذهاب ب 1000 دولار. لو هتعمل ريسيرش بوزيشن انت هتصرف على نفسك على الاقل في الشهر عايز لك 1000 دولار سكن واكل وهكذا. فبتكلف لو هتقعد لك سنه يعني عايز لك بتاع 13000 دولار ولا 12000 دولار، تمام. يا دكتور انت بتصعب عليا، اهدى عليا وانا هسهلك الدنيا. عشان تقدم على البروجرام، كل بروجرام بياخد لك بتاع 100 دولار، يعني عشان تقدم على 40 بروجرام ولا حاجه هتاخد لك من 4000 ل 5000 دولار بس. عشان تعمل الماتش انت محتاج 4000 ل 5000 دولار. وهنا اخر الدفع، لان من هنا تبدا تاخد فلوس، وانت نايب هتاخد 3500 دولار، وانت انترنج فيزيشن هتاخد بتاع 40000 دولار في الشهر. فهنا لحد هنا الفلوس. طب يا دكتور التكلفه دي كبيره قوي، يعني
بص ايه الحاجات الاساسيه اللي انا ممكن استغنى عنها. بص في حاجات ضروريه، يعني ال $160 دي ضروريه، الامتحانات دي ضروريه. الامتحانات دي تقريبا $3000، يعني حوالي 150 الف جنيه مصري، دي ضروريه. الفيرست ايد سهل هتصوره، سهل هتتصرف بيه، تاخده من صاحبك اكبر منك هتتصرف بيه. اليورلد فيه منه اوفلاين. اوفلاين يعني ايه؟ يعني الناس منزلينه PDF، خدوه سكرينات وهكذا، ف بينزلوه اوفلاين، بيكون مجاني. في مواقع تانية برضو بتنزل الاسئله مجانيه، فاليورلد مش لازم تدفع ليه ل $500. حتى برضو الامتحانات دي موجوده مجانيه، ناس واخدها سكرين شوت بحيث تقدر ايه تذاكر منها. يعني تكلفه المصادر دي ممكن تلغيها، تمسحها خالص ولا كانها موجوده. فحتى الان انت عندك $3000 ضروريه، وال$1000 دي ضروريه. تمام. ممكن انت خالص ما تعملش الحاجات دي كلها زي ما قلت لك، تفضل في مصر وتقدم على ريسيرش من في مصر وما تحتاجش الحاجات دي كلها. هي دي بس اللي هتبقى ضروريه، ال $4000 ل $5000 اللي هي هتقدم بيها على البروجرام في مصر. يعني انت كده توتال المعادله الامريكيه هتحتاج هنا حوالي ادي $3000، $4000 على $4000 هنا يعني $8000. تمام. قول $10000. دي المينيمم، اقل حاجه هتستهلكها للمعادله الامريكيه حوالي $10000، يعني بالمصري 500,000 جنيه. اقصى حاجه ممكن تدفعها، او انت ممكن تزود البادجت، يعني انت لو خدت بقى الالكتيف والحاجات دي كلها وعملت الحاجات دي كلها ممكن تصرف لك $30,000، $40,000، يعني حوالي 2 مليون جنيه. طب يا دكتور ما برضو التكلفه الماديه كبيره. اقول لك الميزه انك انت ما بتدفعش المبلغ ده مره واحده. يعني انت مثلا ستيب 1 عشان تخلصها هتاخد مثلا مده تحضير سنه او سنتين، فانت طول السنه او السنتين دول مش هتدفع غير $1200 اللي هو حوالي 50,000 جنيه. فانت في سنه او سنتين هتدفع 50,000 جنيه، يعني لو حوشت كل شهر 1000 جنيه او 2000 جنيه هتجمعها. فانت ميزه المعادله الامريكيه انك ما بتدفعش النص مليون مره واحده، لا ده انت بتدفع كل سنه سنتين ايه اللي هي ال50,000 تمن الامتحان وهكذا. يبقى ده كده ملخص المعادله الامريكيه. ما سيبناش اي حاجه من اول ما عملنا حساب امتحاننا ستيب 1 ستيب 2 ستيب او الاو اي تي، المصادر بتاعتنا، خدنا الشهاده بتاعتنا، خدنا الفيزا، عملنا الالكتيف، رحنا اتدربنا، او عملنا الريسيرش بوزيشن. تمام. عملنا ستيب 3، خدنا الليترز اوف ريكومنديشن وقدمنا على البرامج، خدنا الماتش انترنال ميديسن الجميل بتاعنا مثلا، او اي تخصص في سالمولوجي عادي، الرمد. تمام. النساء اي تخصص عادي، بس بتكون كومبيتيتيف قوي، التنافس فيها بيكون شديد وصعب انك تمتش فيها. يعني اسهل حاجه للمصريين او العرب يمتشوا كتير في الانترنال ميديسن. بعد كده بقيت خدت النيابه، بتمتحن الامريكان بورد، البورد الامريكي. بعد كده بقيت اتندنج فيزيشن. طب في اسئله بتيجي لبعض الناس مهمه جدا. تمام. ايه مميزات المعادله؟ ايه العقبات اللي بتقابلني؟ تعال نناقشها سوا ونرد عليكم على الاسئله دي كلها. تعالوا نرد كده على اسئله بتبعتوها لي كتير وبتدور في دماغكم. اول سؤال، امتى ابدا المعادله الامريكيه؟ افضل وقت لبدايه المعادله الامريكيه من وجهه نظري بعد الترم الاول من اولى. انت بعد الترم الاول من اولى، تمام، بتكون فهمت شويه بيزكس وهكذا، وتبدا تذاكر موديول مع المعادله الامريكيه. ازاي؟ يعني انت مثلا هم في الكليه بداوا ماسكول، فانت تذاكر من الفيرست ايد زي ما اتفقنا، اللي هو افضل كتاب للمعادله الامريكيه، تذاكر الايه؟ الماسكول. يبقى انت بتقوي معلوماتك للكليه، بحيث لو الكليه اصلا جابت معلومات من بره انت تعرف تجاوب، وكمان بتجهز نفسك للمعادله الامريكيه. فمجرد ما تخلص سنه اولى وسنه تانية تلاقي نفسك خلصت الفيرست ايد بتاع ستيب 1، فالدنيا تبقى سهله. تمام. فعشان كده بقول لك افضل وقت انك انت تبدا من الترم الاول في اولى. طب افضل وقت اخش ستيب 1 امتى؟ بعد سنه تانية، يعني في نص ثالثه مثلا، تكون خلصت كل البيزك، تكون خلصت كل الاكاديميك، فبالتالي تقدر تدخل امتحان ستيب 1 وتقفله وتباص بعون الله. طب انا يا دكتور خلصت الكليه، خلصت الكليه يا دكتور، خلاص كده راحت عليا؟ لا عادي، انت معاك سنتين الامتياز، ممكن سنه تخلص فيها ستيب 1 وسنه تخلص فيها ستيب 2، فعادي لسه معاك وقت، ما تقلقش. طب خلصت الامتياز يا دكتور في التكليف، عادي برضه لسه معاك وقت، مهما كان لسه معاك ايه؟ وقت. بس كل ما تبدا افضل، كل ما تبدا بدري افضل، كل ما تخلص بدري افضل، بحيث تنجز وتوفر ايه؟ توفر وقتك. تمام. السؤال التاني واللي بيشغل دماغ ناس كتير،
امتى اقدر اسافر. مجرد ما تخلص ستيب 1 انت تقدر تسافر. يعني انت خلصت ستيب 1 ومخلص 5 سنين كليه، تقدر تسافر في الامتياز، تروح تعمل الكتيف وتروح هناك في امريكا تمتحن ستيب 2 والاو اي تي وهكذا، وتكمل عادي وتاخد الاي سي اف ام جي سيرتيفيكت زي ما اتفقنا بالتفصيل. فعادي انت خلص ستيب 1 اهم حاجه وتقدر تسافر وتكمل امتحاناتك في امريكا عادي جدا جدا جدا. طب ايه مميزات المعادله الامريكيه يا دكتور؟ وايه العيوب او العقبات او الصعاب اللي ممكن تقابل؟ عد معايا بقى المميزات. انت طبعا انت بتاخد اقوى شهاده طبيه معترف بيها في اي حته. انت معاك البورد الامريكي، يعني اقوى شهاده طبيه في التخصص. حتى وانت هناك بتتدرب في النيابه انت بتاخد اقوى نظام تدريب، بتتدرب تدريب محترم. تمام. طبعا امريكا افضل مرتبات في العالم، زي ما اتفقنا مرتبات خياليه. تمام، هتبقى مليونير مليونير بجد حتى بعد خصم الضرايب، مرتبات خياليه. يعني زي ما اتفقنا انت في النيابه بتاخد 3000 ونص دولار، قول هتصرف 1000 دولار، معاك 2000 ونص. 2000 ونص بتاع 120 الف جنيه مصري وهكذا في الشهر انت بتوفره. تمام. غير بقى لما تبقى attending physician وتاخد 30 الف دولار في الشهر، يعني مليون ونص، فالمبلغ هيبقى محترم. فطبعا افضل مرتبات، افضل شهاده علميه، افضل نظام تدريب، اللايف ستايل نفسه كويس. انت قاعد في امريكا، قدامك كل الفاسيلتيز وكل التسهيلات وكل الحياه، حاجه كواليتي كويسه. كمان انت لو قعدت فتره محترمه في امريكا ممكن تقدم على الجرين كارد اللي هو الجنسيه الامريكيه وتاخد الجنسيه، فانت خدت الجنسيه طبعا هتسافر اي دوله براحتك، فدي حاجه هتكون كويسه جدا. كمان انت اصلا حتى لو مش عايز تكمل في امريكا ممكن ترجع الخليج، ولو رجعت الخليج انت بتعامل معامله الخبير الاجنبي. انت دلوقتي كده خبير اجنبي، بتعامل معامله الامريكي، دكتور امريكي، ليك مرتبات خياليه لوحدك. تمام. فبتوصل اقل حاجه 100000، مثلا لو في السعوديه 100000 ريال في الشهر، في الامارات 100000 درهم في الشهر. فمرتبات خياليه، مرتبات كويسه جدا. وطبعا تراك المعادله الامريكيه بينجز، انت مجرد خلصت 3 سنين نيابه بقيت اتندنج فيزيشن، فانجزت نفسك في المميزات لا تعد ولا تحصى. انت دلوقتي خدت اقوى شهاده طبيه واحسن تدريب واحسن مرتبات واحسن لايف ستايل، ممكن تاخد جنسيه وممكن تسافر الخليج، فمش لازم تفضل في امريكا، فانت مميزاتها كتيره جدا. طب ايه العيوب بقى بتاعتها؟ العيوب بتاعت المعادله الامريكيه او العقبات او الصعاب اللي ممكن تقابلك هي التكلفه الماديه. التكلفه الماديه عاليه شويه، بتبدا من نص مليون لحد مليون ونص جنيه مصري، اللي هو زي ما اتفقنا من 10000 دولار لحد 15 او 30 الف دولار. فطبعا ده ممكن يبقى مبلغ كبير لبعض الناس. كمان طول مدة التحضير بتبقى طويلة، ساعات بتاخد مع ناس 2 4 سنين 5 سنين، ففي ناس نفسها بيبقى قصير وبتتخنق. تمام. فلازم تخلي بالك ان تراك المعادلة الامريكية ده محتاج نفس طويل جدا. ممكن يبقى ليك ستادي بارتنر يساعدك وتشجعوا بعض، ودي بتبقى حاجة كويسة جدا. كمان لما انت تسافر امريكا الغربة والوحدة ساعات بتبقى صعبة على الناس، يعني انك تبقى مغترب لوحدك بعيد عن اهلك وصحابك وهكذا، دي بتبقى صعبة على بعض الناس. بس طبعا علاجها انت بتصاحب ناس هناك وبتلاقي دكاترة محترمين كتير هناك وهكذا، فالموضوع ده سهل يعني ما بيكونش صعب قوي. واهم عقبة ان الامتحانات محتاجة تركيز ومذاكرة وتحضير كويس جدا ومحترم جدا، عشان كده لازم تكون مركز للامتحانات كويس جدا وتذاكر لها حلو جدا. طب يا دكتور مشكلة التكلفة المادية دي هل ليها حل؟ انت خلي بالك، انت تقول انا هدفع في المعادلة الامريكية نص مليون او هدفع مليون ونص او هكذا، اقول لك لا، انت ما بتدفعهاش مرة واحدة. يعني انت مثلا هتمتحن ستيب 1 في خلال السنة او سنتين، فانت مش مطالب منك غير ال1000 دولار او ال50 الف جنيه دول هتدفعهم في خلال السنتين، فانت ممكن تحوشهم خلال السنتين. طب هتمتحن ستيب 2 بعد سنة مثلا، فانت في السنة دي مطالب منك تحوش ال50 الف. فانت ميزة المعادلة الامريكية انك ما بتدفعش مثلا نص مليون مرة واحدة، ولا بتدفع المليون ونص مرة واحدة، لا ده انت بتدفعه على فترات، فبالتالي ما بتحسش بيه. فما تقلقش انت هتجمعها، ده في ناس جمعتها بمرتبات التكليف ومرتبات النيابة، فما تقلقش انت هتقدر تجمعها. اسعى بس وابدأ في الطريق وربنا هيكرمك. مدة التحضير قد ايه؟ ده اهم سؤال والاكثر شيوعا، ناس كتير بتسألني مدة التحضير قد ايه؟ والله زي ما قلت لك، لو انت لسه طالب ممكن تاخد سنة اولى وتانية تحضر فيها وتمتحن
في نص تالتة، وتاخد نص تالتة ورابعة وخمسة لستيب 2 تحضر فيها، وتخش على اخر سنة 5 امتحاني ستيب 2، وفي الامتياز تعمل الكتيف او حاجة. طب لو انا خلصت في الامتياز، ممكن تاخد سنة الامتياز الاولى ستيب 1، سنة الامتياز التانية ستيب 2، يبقى انت خلصت ليه الامتحانات. طب انا خلصت الامتياز، هي كويس قوي تاخد سنة لستيب 1 وسنة لستيب 2، كده يبقى ايه كده زي الفل. فحاول تنجز في المعادلة، تنجز نفسك، ما تاخدش وقت طويل، انجز نفسك ومصادرك زي ما قلت لك فيرست ايد يو وورلد، اختبر نفسك بالان ام بي اي، وهتلاقي الدنيا ايه سهلة وبسيطة. ده كده فيديو في الخلاصة بتاعة المعادلة الأمريكية، ما سيبناش حاجة حرفيا، من أول النظام والامتحانات والتكلفة وكل حاجة، من أول ما تسجل حساب على الاي سي اف ام جي لحد ما تبقى attending physician وتبقى مليونير. أي استفسار وأي سؤال اكتبوا في الكومنت، تمام، وابعتوا الفيديو لاصحابكم عشان الكل يستفيد.